امتى اول مره خفت فيها؟ الشيطان ما يقدرش يخوف بني ادم استقباله قوي، يقدر يخوف بني ادم استقباله ضعيف. يعني اقوى رساله من الخوف بتقولك انت مش مشحونه، انت مش متصله بربنا. مفيش خوف وايمان بيجتمعوا في قلب واحد. طالما جالك درجه خوف اعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى باعت لك مسج عن طريق الخوف بيقولك انت ماشيه غلط، انت بعيده. الخوف بيبني ازاي؟ بيبني الاول زي ما قلت لك بفكره. خلاص الفكره دي بتيجي، بس زي ما قلت لك الاول قبل الفكره، علشان انا دايما اقول فكره لا، بس قبل الفكره بيبقى جوه استقبال ضعيف. احنا عندنا نفسيتنا في حاجه اسمها هشاشه نفسيه وفي حاجه اسمها صلابه نفسيه. لو انت جواكي صلابه نفسيه والله ما في حاجه في الكون تقدر تخوفك. خلاص. انما لما يكون عندك هشاشه ايه اللي بيحصل؟ والله مجرد فكره صغنونه قد كده من شيطان عبيط اهبل تجري ورا خلاص. ايه الطرق بقى طيب اللي انا اخلي نفسي فيها عندي صلابه نفسيه؟ تبتدي ان انت تظبطي من جوه الاول. في اوقات ناس بيحصل لها صدمات من الطفوله بتسبب خوف معين. ابدا بقى السؤال الاعمق والاهم، امتى اول مره خفت فيها؟ السؤال ده بقى معناه ايه؟ انه بيوصلك للجذر بتاعها. التامل والخيال نعمه من نعم ربنا علينا على الارض ما شاء الله. العلاج النفسي اللي اي دكتور في الدنيا كله ممكن يديه ادويه، انا علاج النفسي هو التامل. فزي ما قلت لكم ابدا شيل اللي جوه، وخطوه خطوه خطوه تتزكى. اقسم بالله جميع انواع المخاوف والوساوس هتختفي.